في بانكوك تايلاند كاينين جوج بلايص ماشي بحال اي بلاصه في العالم. جوج ديال الحلبات خرجوا اقوى المقاتلين وكتبوا تاريخ ديال الرياضه كامله. اليوم كندويو على راجا دامنرن ستاديوم وكندويو على لومبيني بوكسين ستاديوم. هنا المواي ماشي غير رياضه، هنا اسطوره كتكتب كل نهار. السلام عليكم الشبيبه، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله حلقه جديده غنحاولوا نهضروا على التاريخ ديال المواي مع واحد جوج ايقونات، جوج ديال الملاعب ولا جوج حلبات اللي حطوا لينا هاد القوانين اللي كنشوفوا دابا حاليا في المواي. يلا نكملوا الحلقه ديالنا. القصه كتبدا في اواخر الربعينات، بالضبط في 1945 من بعد الحرب العالميه الثانيه. تايلاند كانت كتقلب على طريقه ترجع بها الروح للرياضه ديالها التقليديه، وهنا تزاد اول ملعب رسمي للمواي اللي هو راجا دامنرن. قبل هاد اللحظه القتال كان بسيط، يعني غير في الساحات، كيتلعب غير في المعابد ولا في القرى اللي كيكونوا مجاورين للمدن، وما كان حتى شي قانون اللي هو واضح، يعني الوينر خاصو يكون رابح بالكاو ولا باستسلام الخصم. ولكن مني جات لينا راجا دامنرن كلشي تبدل، يعني ولا عندنا سيستيم، ولاو عندنا جولات، قوانين وحتى طريقة ديال القتال. هاد الحلبة هادي ولات القلب ديال المواي، يعني اي مقاتل كيطلع لها راه داخل لواحد العالم اللي فيه تاريخ كيتقاس بالدم وبالعرق. ومن هنا خرجوا صراحة اسماء كبار. الا جينا نهضروا على سامارت باياكارون، اللي هو اي واحد كان كيكنف ولا اي واحد كيعرك حاليا في هاد الرياضة هادي كيرجع ليه وكيستاشروا معاه. كيف حنايا دابا كنشوفوا اللي هما الايقونات ديالنا ولا اللي كناخذوهم قدوه في هذه الرياضه، بحال بواكاو وبحال سانشاي، راه فاش كيحصلوا كيمشيو عند هذا السيد هذا اللي خلى صراحه البصمه ديالو في هذه الحلبه وللابد. حيت خصكم تعرفوا باللي المواي في اليبوك كان كيتلعب توزن بالقوه والصلابه ديال المقاتلين. ما كانش بحال دابا ستيل مودرن اللي ولا في المواي ولينا كنشوفوا بزاف ديال لي ستيل اللي هما جداد، سيرتو فاش دخلوا الاجانب على رياضه المواي. ولكن في اواخر الخمسينات غادي تطرا واحد المنافسه اللي هي قويه. بالضبط في 1956 غادي يتبدل كل شيء، وهنايا تزاد لينا ملعب جديد اللي هو لومبيني بوكسين ستاديوم. وصراحة لومبيني ما كانش جايبه ديك الفكرة ديال راه غادي نجي وغادي ندير حلبة ولا غادي ندير واحد ستاديوم اللي هو عادي. لا، باش هنايا كنشوفوا حيت الجيش التايلاندي هو اللي كندير اشراف على هاد التيران وبعقلية مختلفة. يعني ملي كندويو على سيستيم عسكري راه حاجة باينة غتكونوا عارفين اش من سيستيم واش من ستيل غادي يمشي عليه هاد الستاديوم هذا. وكيف كنقول هنايا، الا كان راجا دامنرن هو الاصل، لومبيني رجا باش يرفع المستوى لواحد الليفل اللي هو طالع. وحتى التنظيم صراحة كان اقوى والاختيار كان قاصح، يعني كانوا كيحاولوا انهم يختاروا غير النخبة فقط. لومبيني ولا رمز ديال القوة والانضباط، يعني هذه مأخوذة من السيستم العسكري. والحزام ديالو صراحة اللي كان ماشي غير لقب، يعني اي واحد واخد الحزام ديال لومبيني راه التايلانديين كيشوفوه انه الافضل في العالم. راه واخا تشدو تمشي تحطو في واحد المنظمه اخرى وما يربح فيها حتى شي ماتش، ما غتجيش انت تقنع واحد الانسان في تايلاند وتقول ليه راه هذا السيد هذا راه عيان، راه مشى لواحد المنظمه وخسر. يقول لك لا، هذاك راه بطل ديال لومبيني، يعني بالنسبه لينا حنايا راه هو الافضل في العالم. ولا قالوها راه جات معاهم حيت الرياضه خارجه من تايلاند. وكيف كنشوفوا هنايا راه سنين دازوا والملاعب تبدلات، يعني لي ستيل والديزاين ديال كل ملعب راه تبدل بارابور الستيل اللي كان فيه شحال هادي. راه كنا كنشوفوا ستيلات راه بحال التيرانات كانوا كيبانوا بحال التيرانات دوك ديال الروم. وكنجيو نشوفوا باللي راجا دامنر بقى محافظ على التقاليد ديالو، واللومبيني بقى محافظ على المستوى العالي صراحة. وبجوجهم بقاو حلم ديال اي مقاتل في هاد الرياضه هادي، واللي حلم ديالي انا شخصيا نلعب في واحد من هاد
من هاد الحلبات. وان شاء الله الا كتاب غنكون ان شاء الله حققت الحلم ديالي من وسط شي تيران من هادو ان شاء الله باذن الله. ندويو على تاريخ وثقافه، وصراحه حياه كامله كتدور غير على البيور موايطاي. وفي هاد البلايص راه ما كيتقاش الربح بالنقاط، ولكن راه بالقلب. خلاو التايلانديين خاص تكون جايين، يعني خاص يكون عندك واحد القلب اللي هو بارد وما كتقولش ان شاء الله من الاخر ما كترجعش. وكيف كنقولوا الدراري، راه السميه ديالك اللي كتبقى بعد من القتال. راه بحال ملي كندويو على سامارت فريمون، راه من الناس اللي خلاو البصمه ديالهم في هذه الرياضه هذه. ودابا حاليا راه ولا ميطر كبير تبارك الله في تايلاند. وهنا الشبيبه غتكون سالات الحلقه ديالنا على هاد جوج ايقونات اللي خرجوا لنا من وسط العاصمه ديال تايلاند اللي هي بانكوك. الا عجبكم بحال هذا الكونتنت ما تنساوش تخليو لنا في الكومنت التشجيعات ديالكم. ولا ما كنتيش دير سبسكرايب حاول دير سبسكرايب. الا وصلتي حتى لهنايا وتفرجتي في هادشي كامل، راه يعني اتيرات لك لاتونسيون هاد القصه هادي. خلي لنا في الكومنت اشنو بغيتينا المواضيع نهضروا عليها ان شاء الله من هنا لقدام. ولا نسيت شي حاجه ولا غلطت في شي حاجه حاول تصححها ليا حتى هي في الكومنتير. وهنا غنقول لكم الدراري او الشبيبه.